أهلا وسهلا بكم يا أبطال. الفيديو الأخير من سلسلة نصائح لحماية جهازك. النهاردة هنختم السلسلة دي بموضوع في غاية الأهمية: إزاي تحمي موبايلك من الاختراق والتهديدات الإلكترونية. كلنا حياتنا تقريبا بقت على الموبايل، الصور، البيانات الشخصية، الحسابات البنكية وكل حاجة تانية، وده بيخلي الحماية حاجة أساسية مش اختيارية. فعاوز تحمي موبايلك من أي خطر، تابع معايا للنهاية. متنساش اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ويلا نبدأ. تفتكر موبايلك آمن؟ ولو قلت خليني أصدمك، هل تعرف إن الهاكرز ممكن يخترقوا جهازك في أقل من دقيقة؟ وده ممكن يحصل بسبب غلطة صغيرة جدا، زي تحميل تطبيق غلط أو الدخول على واي فاي عام. في الفيديو ده هديك أسرار مش أي حد يعرفها عن حماية موبايلك من الاختراق والتهديدات الإلكترونية. معلومات لو طبقتها موبايلك هيبقى حصن قوي ومفيش أي حد يقدر يخترقه. خليني أبدأ معاك بحقيقة صدمة. في سنة واحدة تم الإبلاغ عن ملايين من حالات اختراق الموبايلات حول العالم. أكتر من 50% من الناس مش عارفين إنهم بيتعرضوا للاختراق إلا لما يكون الوقت فات. تخيل تكون بتتكلم مع حد على الواتساب أو بتحول فلوس وفي الخلفية يكون في هاكر بيتجسس عليك. مخيف مش كده؟ لكن متقلقش، أنا هنا عشان أقول لك إزاي تحمينا. أول حاجة، الاختراق مش مجرد فيلم أكشن، ده واقع. أسباب الاختراق كتير، زي فتح روابط مشبوهة على الإيميل، تحميل تطبيقات من مصادر غير موثوقة، أو حتى اتصال بسيط بشبكة واي فاي عامة. لكن الحماية مش مستحيلة وهنعرف إزاي. هل جربت قبل كده برنامج VPN؟ الVPN بيعمل زي درع خفي يحميك من أي تجسس وانت على الواي فاي. البرامج دي كمان بتمنع أي هاكرز من الوصول لجهازك بسهولة. 10 تطبيقات اللي لازم تكون عندك زي نور VPN وإكسبريس VPN. استخدام التحقق خطوتين، سر الحماية الإضافية. عارف لما تدوس على تسجيل دخول ويطلب منك كود على موبايلك؟ ده بنسميه التحقق بخطوتين. حط كود لكل حساب مهم عندك زي الإيميل والفيسبوك، لأن ده بيخلي أي محاولة اختراق شبه مستحيلة. خد بالك من التطبيقات اللي عندك قبل ما تحمل أي تطبيق. اقرأ التقييمات كويس، شوف عدد التنزيلات. لو تطبيق 100 تنزيل يبقى خطر غالبا. اتأكد من الإعلانات اللي التطبيق بيطلبها. مثال، ليه التطبيق للتصوير عاوز يوصل للميكروفون والرسائل. نظام التشغيل والتحديث، دايما حدث نظام التشغيل لأن التحديثات بتسد الثغرات اللي الهاكر بيستغلها. نصايح، معلومات هتطرق أصلا. عايز موبايلك يفضل آمن طول الوقت، اعمل الحاجات دي. بلاش تسيب البلوتوث مفتوح طول الوقت. لو كنت في مكان عام، استخدم الانترنت على باقتك بدل ما تدخل على الواي فاي مجاني. احذف اي تطبيق من بتستخدمه لان ده ممكن يكون ثغرة. واخيرا، شغل خاصية العثور على الهاتف علشان لو موبايلك ضاع تقدر تمسح بياناتك فورا. في النهاية، فاكر لما قلت لك ان الحماية موبايلك شبه مستحيلة؟ الحقيقة لو طبقت الخطوات دي موبايلك هيبقى حصن مفيش حد يقدر يخترقه. لو وصلت لحد هنا فانت بجد بطل، ومستواك في الامان الالكتروني عالي جدا. وطبعا هسيب لك كل فيديوهات السلسلة اسفل الفيديو. متنساش تعمل لايك علشان تدعمنا، وتشترك في القناة لو عايز تعرف اكتر عن امان التكنولوجيا. شكرا ليك على وقتك، واشوفك في الفيديوهات الجاية اقوى وامتع. السلام.